ليه الطفل العنيد اللي بتقوله ما تلعبش بالموبايل تلاقيه يلعب بيه اكتر؟ ده بيحصل لان الطفل بيحس انه عايز يثبت انه مش بيتحكم في حد. كمان بيحصل في العلاقات العاطفية، لو قلت لشريكك انا مش مهتم انك تتصل، ممكن ده يخليه يتصل عشان يثبت انه مش مهمل او ان هو مهتم. وهو ده اللي انت محتاج تعرفه عن علم النفس العكسي او علم النفس الاسود. كمل للآخر عشان تعرف حقيقة انت ما كنتش تتخيل. طب ايه هو علم النفس العكسي ده؟ وليه الناس بتستجيب ليه؟ علم النفس العكسي ده بيستغل رغبة الشخص في الاستقلالية او التحدي لما تطلب منه يعمل العكس. بيرد بعكس اللي انت قلته عشان يثبت لك انه مش تحت سيطرته. العلماء زي جاك برايم درسوا الظاهرة دي وأطلقوا عليها اسم نظرية التفاعل النفسي أو reactancy theory، اللي بتوضح إن لما الناس تحس إنها حريتها مهددة بتعمل العكس.